السلام عليكم يا حلوين. مقطع فيديو اليوم راح يكون تحدي. بالمرة هذه راح نجرب نتحدى المارد الأزرق في معرفة 5 كائنات من الحيوانات المنقرضة. ترى راح يعرفهم؟ يلا بينا نشوف عشان نعرف إذا حيعرفها ولا لا. بدينا التحدي، يلا بينا نبدأ نشوف. أول شيء مكتوب: هل الشخصية يوتيوبر؟ هو طبعا ما يوتيوبر ولا إنسان، فراح نقول لا. هل تظهر الشخصية على شاشة التلفزيون؟ هي أصلا برامج بعضها تكون إيش يسموها هذه، يعني برامج علمية، فنقول إن هي بتظهر بالتلفزيون في بعض الأحيان، يعني لما يكون في برامج هنقول نعم. هل الشخصية لاعب في فريق؟ أبدا. هل الشخصية من أصول مصرية؟ أبدا. هل الشخصية حقيقية؟ هي طبعا كانت حقيقية، فرح نقول من الممكن. هل الشخصية أنثى؟ وفي منهم ذكور وإناث، فرح نقول من الممكن. هل الشخصية ذكر؟ من الممكن. هل الشخصية امرأة؟ هنقول أنا لا أعلم. هل الشخصية في كرتون لكرة القدم؟ طبعا لا. هل الشخصية ترتدي ملابس رجالية؟ هل الشخصية من الحيوانات؟ هنقول من الممكن. طبعا رح نتعمد نتوهه. هل قابلت الشخصية في بيتك مرة من المرات؟ أبدا. كرتونية، في منه تساوى كرتون، فرح نقول من الممكن. هل هي من فرقة بنات كورية؟ أبدا. هل تم صنع دمية مشابهة للشخصية؟ اتساوت دمى على شكلها، فرح نقول من الممكن. هل الشخصية لاعب سابق في الدوري الإسباني؟ أبدا، ما له علاقة لا بالكورة ولا شيء. هل الشخصية شعر؟ طبعا ما لها شعر أبدا. هل الشخصية من عالم الكرتون أو الأنمي والصور متحركة؟ طبعا ذكرت قبل كده يعني في تساوى، عشان كده حنقول من الممكن. هل عمر الشخصية فوق 100؟ المعنى الأصح من ملايين السنين، فرح نقول لا. هل الشخصية من المخلوقات الفضائية؟ أبدا. هل الشخصية مقدم برنامج الجيل الخامس على قناة المجد؟ أبدا. هل الشخصية من عالم الهكر؟ أبدا بالمرة. هل الشخصية قادرة على الكلام؟ أبدا، أصلا ما كانوا بيتكلموا، فرح نقول لا. هل الشخصية قدرة على الكلام؟ أبدا بالمرة. هل تعتبر الشخصية من صنف الحيوانات منقرضة؟ على ما يبدو إنه قرب، فرح نقول ما أدري من الممكن ولا نعم. نتعمد نقول من الممكن. هل الشخصية من الحيوانات البحرية؟ وكان في منها حيوانات بحرية. كمان نقول من الممكن. هل الشخصية علاقة بالثلج؟ أبدا. هل الشخصية تعيش في الماء؟ من الممكن. هل الشخصية ذيل طويل؟ المرة هذه نقول نعم. هل الشخصية تقاتل العمالقة؟ هنقول لا. نشوف أي سبينوسور، هذه واحدة من الديناصورات ومن الديناصورات الصغيرة، بس طبعا صورته منه موجود من بين الصور، بس رح نعتبر نقول نعم لأنه من بين الديناصورات المنقرضة. نكمل. رح نكمل دحين مع أحد الصور الموجودة ومستمرين معها. هل الشخص تفكر بها متوفية؟ طبعا هو أصلا ما هم موجودين من ملايين السنين،
فراح نقول نعم. هل اسم الشخصية يبدو عربيا؟ لا. هل حكمت شخصية أو تحكم بلد ما؟ لا. هل كان للشخصية دور في اكتشاف علمي عظيم؟ طبعا لا. هل الشخصية حقيقية؟ نعم أو من الممكن. هل الشخصية ترتدي ملابس رجالية؟ لا. ملابس نسائية أبدا. من الحيوانات؟ طبعا راح نقول نعم. مرة هذه كمان برضو الحيوانات منقرضة، فراح نقول نعم. هل الشخصية تعيش في الماء؟ من الممكن. هل الشخصية أقدام؟ أكيد، فراح نقول نعم. هل الشخصية علاقة بالماء؟ من الممكن. هل سبب شهرة الشخصية هو الديناصور؟ ما أدري بالضبط بس راح نقول من الممكن. هل الشخصية برمائي؟ طبعا البرمائي هو حيوان يعيش شو اسمه هذا، يعني بالماء والبر، فراح نقول من الممكن. هل الشخصية من الديناصورات؟ من الممكن. تظهر الشخصية في عالم ماريو؟ ممكن يقصد الديناصور اللي بلعبة ماريو، بس اللي بلعبة ماريو مختلفة عن شكل الديناصور الأساسي، فراح نقول أنا لا أعلم. هل الشخصية شعر أسود اللون؟ طبعا ما لهم شعر ذكرنا. هل تتكلم الشخصية اللغة العربية؟ أبدا. هل تدعي الشخصية درعا للوقاية؟ هو في منهم واحد، فراح نقول من الممكن. هل قابلت الشخصية في بيتك مرة من المرات؟ أبدا. هل الشخصية مرتبطة بالبحر؟ أبدا. شخصية عصبية؟ حقول أنا لا أعلم. هل الشخصية تجيد السباحة؟ حنقول من الممكن. هل الشخصية علاقة بالخيول؟ أبدا، لأن وقتها أظن زي الأحصنة وغيرها ما كانت موجودة. هل الشخصية من القوارض؟ من الممكن. هل الشخصية عبارة عن مذيع راديو؟ أبدا. جابوا للمرة الثانية، فراح نقول لا. استمرار. هل الشخصية من الحيوانات الأليفة؟ طبعا لا، هو حيوان شرس. قصير القامة؟ حنقول من الممكن. هل الشخصية من أصول فرنسية؟ لا. هل الشخصية جناحين؟ هو في منهم تطير، فراح نقول من الممكن. هل تحب الشخصية هاتفة كثيرا؟ طبعا ما كانت أيامهم معروفة هذه الحاجات. تيركس. جاب واحد منها بس طبعا ما إنه من اللي بتطير. هل إحنا مستعدين ومستمرين؟ شخصية يوتيوبر؟ أبدا طبعا أنثى. هنقول من الممكن. هل الشخصية على معرفة بك؟ أبدا ذكر. من الممكن. من عالم الخيال؟ من الممكن. هل الشخصية ترتدي ملابس رجالية؟ أبدا. من الحيوانات؟ من الممكن. هل قابلت شخصية في بيتك مرة من المرات؟ لا. الشخصية من الحيوانات منقرضة؟ هنقول نعم. الشخصية من الديناصورات؟ من الممكن. الشخصية مرتبطة بالبحر؟ لا. امرأة؟ لا. ذات جسم ضخم؟ أكيد. هنقول من الممكن. جناحين؟ من الممكن. قصير القامة؟ من الممكن. هل الشخصية من مقاتلي النينجا؟ أبدا. هل الشخصية علاقة بالخيول؟ أبدا بالمرة. هل الشخصية أجنحة؟ نقول مرة هذه نعم. هل بإمكان الشخصية التحليق كالطيور؟ أكيد. هل الشخصية أصلع الرأس؟ أبدا. هل الشخصية خيالية؟ لا، هي أصلا الحيوانات كانت موجودة.
هل تستخدم الشخصية أظافرها حادة كسلاح؟ أتصور حنقول كده من الممكن. طبعا ذكر السؤال هذا مرة تانية، فرح نقول نعم. هل الشخصية شعر؟ لا. هل الشخصية خرافية أو غير موجودة في الواقع؟ لا، أصلا كانت موجودة. هل الشخصية من عصر الديناصور؟ من الممكن. إيه؟ الديناصور معلش، على قد ما انتوا عارفين ان امي مريضة فمعلش ما تاخذوها. هي طبعا الديناصور الطائر ترامادمون. هنقول نعم. يلا احنا دحين مع احد الديناصورات. مكتوب هنا: هل تستطيع الشخصية التكلم؟ اصلا ما بيتكلموا زي ما ذكرت، لا. الشخصية فم. طبعا ما كيف ياكلوا. هل الشخصية ذيل؟ طبعا من الممكن. هل الشخصية حقيقية؟ أكيد. هل الشخصية تمتلك سيارة؟ أبدا، لأن يومها كانت هذه الحاجات ما كانت معروفة. هل الشخصية علاقة بالنار؟ أنا صراحة يعني يومها ما أعرف إذا كانوا بيخرجوا النار من فمهم ولا لا، فراح نقول أنا لا أعلم. هل تعرف اسم الشخصية؟ هذا أكيد. هل الشخصية من الحيوانات؟ من الممكن. هل يقدم برنامج في قناة ماجد للأطفال؟ لا. هل الشخصية أجنحة؟ المرة هذا ما راح يكون بأجنحة، فراح نقول لا. هل الشخصية مرعبة؟ هي تعتبر أصلا كانت من الحيوانات المرعبة، فراح نقول نعم. هل تقف الشخصية على قدمي؟ في منهم كانوا بيوقف طبعا على 4، فراح نقول من الممكن. هل يلقب بالفضائي؟ أبدا. هل شهرة الشخصية مرتبطة بكرة القدم؟ أبدا. هل ذكرت شخصية في القرآن؟ لا. هل تعيش الشخصية في الغابات؟ هي كانت في غابات يومها، فرح نقول من الممكن. أوبا. هل الشخص علاقة طبعا أنا ما أحب أذكرهم، فرح نقول لا. هل يمكن للشخصية الدخول في جيبك؟ أبدا. هل تمشي الشخصية على 4 أقدام؟ حنقول نعم المرة هذه. هل الشخصية من الكلاب؟ طبعا لا. هل الشخصية ذات جسم ضخم؟ حنقول من الممكن. هل الشخصية من فصيلة القطط؟ انت في ايه ونحن في ايه؟ حنقول لا. هل تحب الشخصية الموز؟ أبدا، لأنه أصلا منه قرد. هل الشخصية ذات جسم عملاق؟ طبعا. هل الشخصية بشرة خضراء؟ ناقص تذكر بيكولا. هل الشخصية علاقة بالطيور؟ أبدا. من فصيلة الدببة؟ أبدا. ولا حتى ايش حكايتك تذكر بينك بانتر وغيره يا مارد؟ منه هذا. أبدا ما أعرفه. فإحنا دحين راح نوقف هنا، وراح نكمل الباقي إن شاء الله الأسبوع الجاي. فما تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. سلام.